الكنيسة القبطية ترفض حماية روسيا للأقباط في عهد محمد علي. أصدقائي المتابعين لقناة كوبتي كوجي، أهلا بكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بننزله. مدونة طويلة من المواقف الوطنية في تاريخ الكنيسة منذ خطواتها الأولى في أرض مصر ولحد النهاردة. لا تخلو مرحلة زمنية أو حبرية بطريرك من رسالة أو قيمة، حتى أن الكنيسة اصطفت جنب الدولة في وجه الحملات الأوروبية المعروفة باسم الحملات الصليبية، رغم أن الحملات دي رفعت الصليب وادعت الحرب لأجله، ونتيجة لذلك اتعرضوا الأقباط لعقاب بالحرمان من زيارة الأراضي المقدسة، كما تحملوا مصاعب شتى كلما أكدوا ثباتهم على عقيدتهم الوطنية. يمكن من الصعب جدا حصر المحطات المضيئة في تاريخ الكنيسة القبطية، لكن الكثافة والتاريخ الناصع ما يمنعوش أبدا أننا نتذكر بعض الشواهد تمثيلا وتدليلا وليس من باب الإحاطة والإجمال. في عهد البابا بطرس الجولي البطريرك رقم 109 من بطاركة الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع محمد علي، زار سفير روسيا البابا البطريرك عارضا عليه حماية القيصر للأقباط، فسأله البابا وقال له: هل ملككم يموت أم يعيش للأبد؟ فتعجب السفير وأجاب: قطعا يموت مثل سائر البشر. فرد البابا: إن كان قيصر روسيا يموت فنفضل أن يكون حامل كنيسة رعيها الإله الذي لا يموت. فبهت السفير من حكمته، وبعد ذلك ذهب السفير للوالي الذي سأله عما أعجبه في مصر، فقال له: لم تدهشني عظمة الأهرامات ولا ارتفاع المسلات، بل أثرت في حكمة البطريرك. ولما روى لهما ما حدث، فذهب الوالي وزار البابا شاكرا موقفه الوطني، فرد البابا: لا تشكر من قام بواجبه نحو بلاده. وكانت هذه مجرد غيض من فيض من تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.